يوم عرفة هذا اليوم اللي أنتظر حرفياً طول السنة، لأن لي معاه تجربة خلتني أعرف قيمة الدعاء في هذا اليوم. في سنة 2023 كانت أول مرة أدعي فيها بيوم عرفة، وسبحان الله يا جماعة شفت بأم عيني أن دعائي قاعد يستجاب قبل ما يجي يوم عرفة اللي في 2024. وفي سنة 2024 في يوم عرفة كذلك دعيت الله سبحانه وتعالى، وكذلك تحقق لي دعائي قبل ما يجي يوم عرفة اللي هو هذه السنة 2025. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وسبحان الله يا جماعة فعلا ما دعيت دعاء في هذا اليوم إلا شفت استجابته قدام عيني. وحسب تجربتي يا جماعة وما أجزم، لكن لي سنتين أدعي في آخر ساعة في يوم عرفة وقت الغروب، وكل دعائي اللي كنت أدعيه في ذيك الساعة كنت أشوفه قدام عيني يتحقق ويستجاب. فجهزوا آمالكم ودعواتكم وارفعوها لله سبحانه وتعالى في يوم عرفة، وخلي عندك يقين بأن رب العالمين راح يستجيب لك دعائك. وإذا تسمح لي ممكن أطلبك طلب؟ إذا وصلت لهذه النقطة من الفيديو لا تنساني من دعوة سريعة في زمزم وهزاري منلو እናታችን ሀጀር እየሮጦች መጣ ውሃው እንዳይደርቅባት ዙሚ ገደበች። ስትገድበው ዘምዘም ውሃ ታጠረ። ከዓመታት በኋላ መጣው የሷ ልጅ የሆኑት ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يرحمullah እስማዒል የእስማኤልን እናት አላህ ይዘንላት ብትተው ባትገድበው ኑሮ እኮ መካ ላይ ትልቅ ወንዝ ይሆን ነበር ይላሉ። ዘምዘም ወጣ። እሷ ስትሮጠው የነበረው ሩጫ በዚህ ኡማ ላይ ሰዕይ እንድናደርግ ተደነገገ። ሰዕይ ስናደርግ ሀጀር በጌታዋ ላይ የነበራትን ተወኩል አላህ ዘንድ የነበራትን መደገፍ እያስታወስን ያንን ትልቅ ቤተሰብ እያሰብን እንሮጣለን። አስተውላችሁ ከሆነ ወንዶቹ ብቻ የሚሮጡበት ሴቶች ማይሮጡበት ቦታ አለ። ለምን ነው ሴቶቹ ማይሮጡት? እናታቸው ሩጣላት። አያቱን ፊ ኪታቢኩም ተቅረኡነሃ አንድ አንቀጽ አለች በእናንተ መጽሐፍ የምታነቧት። ለው ዐለይና ማዕሸረ اليهود ነዘለት በእኛ በይሁዶች ስብስብ ጭፍራ ብትወርድ ኖሮ ለተኸዝና ذلك اليوم عيدا ይህንን ቀን ዒድ አድርገን እንይዘው ነበር አላቸው ለዑመር። ቃል አዩ አያ የትኛዋ አንቀጽ ናት አሉ ዑመር። ቃል اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ዛሬ ሃይማኖታችሁን ሙሉ አድርጌላችኋለሁ፣ አሟልቼላችኋለሁ። ጸጋዬንም በእናንተ ፈጽሜያለሁ፣ አሟልቻለሁ። ወረዲቱ ለኩም الإسلام دينا ከሃይማኖት በኩል ደግሞ እስልምናን ወድጄላችኋለሁ የምትለው አንቀጽ ናት አላቸው ለዑመር። ዑመር ምን አሉ? قد عرفنا ذلك اليوم والمكان እችን ቀንና ቦታማ